ويسجل الهدف الاول. ومو تسلل، حسين الى احمد، احمد ينفرد والمرمى خالي من الحارس، واحمد الى المرمى لتصبح النتيجة هدفين للفريق العراقي مقابل هدف للدنمارك. الى حسن كمان وكرة عالية وجول الهدف الاول للفريق العراقي في الدقيقة 13 من الشوط الثاني. احمد راضي يسجل الهدف الاول بضربة رأس في الدقيقة 13 من الشوط الثاني في الدقيقة 58 من المباراة. هجوم الفريق العراقي خلال شوطين كانت تحويلة من حسن كمال. الاسم الشهير ايضا في عالم كرة القدم. هل هناك الهدف الاول للفريق الاحمر من اللاعب العراقي الشهير احمد راضي. الكرة اللي تحولت له من نزار محروس ايضا حسين ديب، وبالتالي احمد راضي ينفرد ويسجل وهو هداف المنتخب العراقي. لاحظوا هذه الكرة التي تهادت وبكل اناقة امام احمد راضي، وهو طبعا هداف المنتخب العراقي وصاحب هدف المنتخب العراقي الوحيد في نهائيات كأس العالم عام 86 في المكسيك في مرمى الحارس البلجيكي الشهير بافر. احمد راضي ويسدد من بعيد. الله، احمد راضي يسدد من بعيد. ربما النتيجة الان 3 مقابل 3. نعم، اذا احمد راضي كلنا يتذكر هذا اللاعب الكبير في صفوف المنتخب العراقي الشقيق بالثمانينات وبداية التسعينات.